طبعا تحقيق الانتصار اليوم بأي نتيجة كانت دون انتظار نتيجة مباراة الدنمارك والبرازيل، وهذا السيناريو الذي نتمناه ونريده، ولا نريد أن ندخل في موضوع الجنون. ساوث أفريقيا يسجلون الهدف الأول، مش ممكن على موتوبا، خطأ دفاعي وموتوبا يصل إلى الشباك. أول كرة لجنوب أفريقيا. لا زلنا نتحدث عن السيناريوهات ولا زلنا نتكلم عن ما سيحدث في هذه اللحظات. شوف كرة واحدة من جنوب أفريقيا استغلوها، ماسوكو يرفع كرة لموتوبا، الإبعاد لم يكن من سعد ناطق بشكل ممتاز رغم أنه كان في وضعية التسلل. على فكرة كان في وضعية التسلل موتوبا في الكرة الأولى، كان متسللا موتوبا. سعد ناطق لم يبعد الكرة بالشكل المطلوب. جنوب افريقيا تصل الى الشباك في هذه اللحظات. اذا في وقت كنت تبحث فيه عن السيناريوهات، ممكن جنوب افريقيا تسرق الانظار، لان الفوز يؤهل جنوب افريقيا في انتظار نتيجة البرازيل امام المنتخب. لا زال في الوقت بقية، 1-0 لجنوب افريقيا على العراق، وفرصة لمنتخب اسود الرافدين من اجل العودة. درغام يا درغام، درغام يستعد للضربة القادمة، درغام في فرصة، درغام يجيبها فوق الشبكة يا درغام. إذا كرة ضاعت من درغام إسماعيل، فرصة ضاعت من لاعب طبعا فريق. كرة تلعب، وصلت إلى الجهة اليمنى، محاولة في انطلاقة. علي حسني مر الكرة، ممكن انطلاقة، هذه خطرة، محاولة. التعادل، مهند علي عدنان، تسديدة. يا مهند، يا مهند عبد الرحيم، خليها لعلي عدنان اللي كان في وضعية واضحة للمرمى. مش ممكن على كرة أخرى. واحد عبد الغني شاد طبعا يتابع الأجواء العراقية اللي ممكن فيها شيء من الأنانية مرة أخرى. هذا الكلام هو اللي جعل المنتخب العراقي يتعادل أمام منتخب الدنماركي، ولا نريد هذا السيناريو. يا ابن الأمير، الله يا سعد عبد الأمير يصل إلى الشباك في هذه اللحظات. التعادل لأسود الرافدين. الله يا سعد عبد الأمير، الله يا ابن الأمير، الله يا البرنس، الله يا البرنس، الله يا البرنس. غني لهم يا البرنس، غني لهم أيها الأمير. هنا الهدف الذي، الله يا سلام على الرأسية من سعد عبد الأمير يعدل النتيجة ويعيد المباراة مرة أخرى. الله يا ولد، ما هذه الرأسية. استمروا بهذه الروح القتالية والأمور ستسير على ما يرام. إذا شاد عبد الأمير خلاص فتحت للعراق. شاد أنطوان يحاول الاستعادة الكرة، انطلاقة لمصلحة المنتخب الجنوبي افريقي. كيفن دولي يرفع كرة عرضية، تدخل دفاعي ممتاز، يبعد الكرة من علي مهاوي، عادت مرة أخرى، ممكن تسديدة خطيرة بجانب القائم الأيمن. يا انشانغاس كاد أن يكون القناص في التسديدة الماضية. مش ممكن على التسديدة القوية من اللاعب انشانغاس اللي مرت بجانب القائم الأيمن للحارس محمد حميد. لا خوف على العراق بهذا الحارس الشاب الذي يسير على خطى حراس مرمى المنتخب العراقي. إذا كرة من زيماسوكو لساوث أفريقيا، عرضية حول بالراس بعيدة تماما من منفالا إلى خارج أرضية الملعب. اللي سيلعب بطريقة دفاعية. خلاص أمور ستكون صعبة في الأرينا فونتي نوفا هناك بالسلفادور بباهية. كرة الآن ستلعب من جديد لمنتخب العراق، تسديدة قوية من أمجد عطوان. أمجد عطوان يسدد كرة قوية، الكرة تذهب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. شوف الكنترول، ما عندوش حل ثاني، التسديد كان ممتاز في اللقطة. كثيرا ما تكون صعبة تماما. هنا مهدي كامل يحط الكرة، علي عدنان ارفع يا رجل، ارفع يا علي. لا يا علي لا، اسمح لي يا علي عدنان، تكثر من المراوغات. لو انا عبد الغني شاهدها في المقاعد على طول. هذه تسديده بعيده تماما،
يعني شوف علي عدنان حتى في المكان اللي ممكن تقول انه لازم يرفع الكرة ما يرفعهاش يا ولدي، بل يرفع الضغط للجماهير العراقية في كل مكان وخلف الشاشات وفي المدرجات وفي ادخل لي يا عبد الغني شاد، خلصنا من علي عدنان يا عبد الغني شاد. مش ممكن يعني، مش اول مره او ثاني مره او ثالث مره، هذه ممكن خامس مره في المباراه. سعد عبد الامير يحاول انطلاقه سريعه، فرصه عراقيه، هاتها يا ولد، هاتها يا ولد، تمريره كوني انقضوا عليها. ارتفع رتم المباراه البرازيل لان الافضليه للعراق على الدنمارك، الأفضلية لجنوب إفريقيا على الدنمارك رغم خسارة جنوب إفريقيا في المباراة. كرة تلعب إلى علي عدنان، علي عدنان يمرر كرة، هذه ممتازة في اليسار، فرصة خطيرة للمنتخب العراقي، تسديدة. يا أمجد عطوان، مش ممكن يا أمجد عطوان. شوف عن علاء مهاوي، كرة طويلة، فرصة ممتازة، علاء ممتاز التمرير، كرة فيها تسديدة من مهند، هذه فرصة أخرى، تسديدة، محاولة خطيرة عراقية، جول. لا يا عراق، لا، هذه ما تضيع يا عراق، مش ممكن. في الفرصة الأولى ما كان فيها تسلل، لم يكن فيها أي تسلل في اللقطة الأولى. شفت كما قلت لكم المنتخب الجنوبي افريقي تضغط عليه يفقد السيطرة. هنا مهدي كامل سدد على هذه الكرة من مهند عبد الرحيم. الكرة الأولى ما صفرش الحكم التسلل. سعد ناطق يمرر كرة، انطلاقة والسرعة من الجهة اليمنى من علي حسني. علي حسني يراوغ، يرفع كرة ممتازة، علي عدنان والقائم الايسر. يا ابن عدنان. سعد عبد الامير يحافظ على كورته، يرفع كرة، مش ممكن على الحد، لو كان الحد رجلا لقتلوه. مش ممكن على كرة اخرى اللي كانت للمنتخب العراقي. فرصة كوني مرة اخرى. على اللمسات العراقية والمتابعة اللي كانت من علي حسني. الحارس الافريقي يتعملق، ممتاز. علي عدنان يمر هذه المرة، يرفع كرة على مستوى القائمة الثاني، لا تمر، فرصة لا زالت قائمة، ممكن تسديدها. سعد عبد الامير ينطلق بالكرة وحاول فيها تقدم، فرصة لعلاء مهاوي ممتازة ما فيهاش تسلل. هنا مهدي كامل، مهدي يرفع كرة، ممكن بالراس. ما هذا يا هذا. خلاص اسمحوا لي أن أقول لكم الحظ يقف أمام العراق، الحظ يعيشنا في جنون. لمست القائم الأيسر، لم تسجل هذه هناك في مباراة الدنمارك والبرازيل. لا زال المنتخب البرازيلي متقدم. هذه الكرة، فرصة علي حسني، مهدي كامل أمام المرمى، ينفرد مهدي لوحده. البرازيل تسجل الثالث والعراق تضيع الثاني. البرازيل تسجل الهدف الثالث في الوقت الحالي والبرازيل تضيع. هذه كرة، هذه مش ممكن، ما فيهاش اوفسايد، ما فيهاش تسلل. تمريرة رائعة جدا من علي حسني، هذه لعبتها يا حسني، اعطاها له في المكان المطلوب. يا مهدي كامل. سي منير في دفاعات المنتخب العراقي، ملعوبة بيني، هذه خطرة، موتوبا يرفع كرة، متابعة دفاعية والحكم ماذا يقول؟ ما فيش خطأ، فرصة خطيرة. يا سيد الحكم، هذه كرة لموتوبا. الحمد لله، والحمد لله. مش ممكن. شوف الكرة اللي كان الحكم منح الامتياز وماذا فعل. عرضية على مستوى القائم الأول، متابعة، هذه خطرة. شيركو كريم أمام المرمى في اللقطة الماضية. مش ممكن على كرة أخرى من الكرات والفرص اللي تتاح للمنتخب العراقي. عنده هذه كرة خطرة، هذه صعبة. مهند مرر يا رجل، مرر يا مهند، مرر، قتلتنا يا مهند في الدقائق من عمر المباراة يا عراق.
سعد عبد الامير الكابيتانو يلعب كرة الى درغام اسماعيل يرفع كرة على مستوى القائمة الثاني بالراس، ممكن فرصة وما فيش حد يخلصها، ما فيش حد يخلصنا ويخلصها